الاخوان كاينه واحد القرباله كبيره نايضه عندنا في المغرب على الداعيه ابو حمزه، قال لك بانه جمع الذهب من عند العيالات وجمع التبرعات من عند الناس وجا دار بهم واحد المطعم فاخر كاين في طنجه. وفي اللحظه اللي الجاليه المغربيه ديالنا اللي في هولندا عاقت به وعرفت هذا الشيء رفعت عليه واحد الدعوه تما، داكشي علاش دخل المغرب وما بقاش يمشي. وبما اننا الاخوان حنا كنجريو باش نديروا الخير فجبنا لكم في هذه الحلقه هذه واحد التقرير مفصل، واش السيد بصح نيت نصاب اولا السيد الله يعمر دارو حنا ظلمناه. وانا متاكد الاخوان انكم غادي تصدموا بزاف ملي غادي تشوفوا واحد الحقائق وواحد الاسرار، داكشي خطير بزاف. فينهم العيالات؟ فينهم اصحاب الذهب والفضه؟ واش الذهب دار على الزينه؟ الذهب ما بداش على الزينه. في رورمونت المسجد تاعي جمعت 5 كيلو ديال الذهب في 3 ايام، باقي عاقل على النساء الله يحفظهم ويبارك فيهم اللي تحايد في الروم كيلوحوا في داكشي ديالهم من ورا الحيط، بحال الحوايط بحال ما كاينين ورا النساء. باقي عاقل شي اخوات قلت لهم بحال ما كنت كنضحك، قلت لهم لا باقي معاكم شي وحده مديره شي خاتم حيدوه ليها بالزز، شدوا واحد الاخت كتفوها وحيدوا ليها كتموت بالضحك، حيدوها ليها ولاحوا لي الذهب. راه القضيه الاخوان بدات مع هذا الفيديو هو اللي خلاني نفتح واحد التحقيق عاجل باش نعرفوا هذا الذهب هذا فين مشى. قال لك تمشي للمسجد باذن الله تعالى قول الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر. دابا القضيه الاخوان هو انه المغاربه معروفه عليهم الجود والكرم وكيسخاو مليون جوج، الناس اللي عندهم كيعطيو في سبيل الله كيعطيو ديك الصدقه وعندهم الاجر، ولكن المشكل اللي كاين هو ان هاد الناس هادو ما كيعرفوش لمين يعطيو الصدقه، كيعطيوها في سبيل الله وصافي. فباش نعرفوا حنا هاد ابو حمزه هذا واش غيوصل هاد الصدقه للناس والاصحاب ديالها ولا لا، اجي نشوفوا من الاول شكون هو هاد ابو حمزه. الاخ البح عبد العزيز ابا حمزه من مواليد مدينه المحمديه، هاجرت الى هولندا، مشيت لهولندا وانا شاب صغير. ذهبت الى ماراثون روتردام، غادي نمشي نجري الماراثون ديال روتردام، فكان الغرض ليس هو ماراثون روتردام انما كان الغرض كما نقولوا نحرقوا. فيسر الله تبارك وتعالى انني تزوجت، لقيت واحد السيده الزوجه ديالي السابقه هي الطليقه ديالي هولنديه شرطيه كانت في البوليس، فيسر الله تبارك وتعالى اني تزوجت بها وصوبت الوثائق ديالي الاوراق ديالي. السيده الاخوان بسبب الفقر اللي كان عايش مشى حرق لهولندا ومشى تزوج تما بواحد السيده ماشي مسلمه باش تصوب ليه الاوراق، وصوبت ليه الاوراق وطلقها، وفي الاخر السيد ولا تما عايش بيطالي ما كاين لا خدمه لا حتى شي حاجه. وحنا دابا كنعرفوا انه داعيه، فاجي نشوفوا كيفاش هذا السيد ولا داعيه، واش قرا العلوم الشرعيه، واش مشى تفقه عند شي فقيه، كيفاش دار لها. اجمل شيء في الحياه ديالي وهو الدخول الى هذا الباب، باب الدعوه ولله الحمد. فهذا الامر اول شيء قمت به في باب الدعوه وهو خطبه الجمعه لم احضر لها، فالامام ما كانش، ما حضرش الامام ما جاش، فاذا بهم لم يجدوا غير ويبحثون هنا وهناك، فاذا بالاصابع تشير الي، ربما الاخ عزيز الى غير ذلك. ها هي الاخوان القضيه بدات كتوضح دابا. السيد دخل الجامع بصباطو وبدا كيدير لهم الخطب، ما كاين لا علوم شرعيه لا حتى شي حاجه. ولكن الاخوان بما انه حنا واحد الناس حقانيين اجي نعطيوه فرصه، ربما يقدر يكون هذا السيد هذا تولد هو امام. اجي نشوفوا حنا هذا السيد هذا علاش كيهضر في هذه الخطب هذو ديال الجمعه، واش كيهضر على السياسه، واش كيهضر على الفقر، ولا علاش كيهضر. اموالك وذهبك اختاه ذهبك وفضتك اليوم تساوي جنة عرضها كعرض السماء والأرض. الإخوان كانت هذه هي أول خطبة ديال السي أبو حمزة كتحفز الناس وبالأخص النساء على أنهم يخرجوا ذاك الذهب ديالهم ويخرجوه ويعطيوه في سبيل الله. الإخوان غصبروا معنا، القضية غادي تبدا توضح لكم بشوية بشوية، ولكن ما لاحظتوش معايا واحد المسألة. السيد كاتب تحت الفيديو ديالو اللي لاح خطبة الجمعة للأستاذ عبد العزيز أبو حمزة، وهذه القضية ديال أنك أستاذ نقدروا ندوزوا لك بشغيمة ديال الماء، ولكن رجعتيها من أستاذ الداعية اللي ولا شوف احنا نديروك داعية سيدي، قول لنا سيدي عطينا هذه المحاضرات ديالك والدروس ديالك كيفاش كدير لها. واش هذا؟ يرى لهم شي ميزان ويرى عن فلسطين وعن كذا. ماذا عن فلسطين؟ أقول لابد أن نتذكر أن هذه أشرف أرض وصلت من المسلمين، أشرف أرض وصلت من المسلمين الآن يحكمها غير المسلمين هي. والسيد الإخوان داير معنا لايف مباشرة وداير سماعات ديال الودنين هذوك اللي زيات كيسمع لشيخ آخر وكيعاود لينا حنا، زعما راه حنا ما عقناش بك. اجي تخيل معايا طفى لي التليفون ولا تمشي لي الكونيكسيون ولا توقع لي شي حاجة، شنو غادي يجرى لك اصاحبي في ديك الساعة؟ وصلت من المسلمين الآن يحكمها غير المسلمين هي هذا. طيب الله. اغتصبت أرضنا في أرض المسلمين، اغتصبت أرضنا مثلا في الاخوان راه هادشي هو اللي هضرنا عليه دابا، هادشي اللي ما بغيناش. شفتوا ملي طفى لي دابا التليفون كيبقى كيدور في العينين عنده. طيب الله. اغتصبت أرضنا في أرض المسلمين، اغتصبت أرضنا مثلا في صافي الاخوان شوف غنديروا براسنا حنا ما شفنا والو، ولكن دابا صراحه انا ما نتفكش، راه غنبدا كنجبد في واحد الدواسه كبار ديالو، بالاخص ملي ما بقاش كيدير الخطب ديال الجمعه. السيد ولا كيدير واحد الجمع ديالو وكيجمع به واحد الناس وكيبدا كيقول لهذوك العيالات والرجال عطيوني هذاك الذهب ديالكم وروه ليا في سبيل الله، انا غادي نشوف اشنو ندير به. كلهم يجيبوا الفلوس اصاحبي، راه حنا كنترعدوا. اخوات شي اخت فيكم تحيد السلسله ديالها ديال الذهب ولا تحيد هذاك وتبدا ان شاء الله الرحمن تقول هذا لله عز وجل، هذا ديال سيدي ربي سبحانه وتعالى، هذاك الارمبانت او فن كاتينغ او فن اور دنيا وي تطبيق اور داليا هذيك اللي كيقولوا الحلقات. يلا الاخوات شي وحده فيكم تحيد هذاك الشيء اللي فيه الذهب كامل وتقول لك هذا لله جل وعلا، ما غناخذوش حنا
ما غاديش اللجنه ولا غادي غتجيبيه هنا وغادي يتباع باذن الله تعالى عند مول الذهب، والفلوس ديالو غتمشي للجامع ان شاء الله. والذين يكنزون الذهب والفضه ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب اليم. دابا الاخوان واحد السؤال اللي مهم بزاف غنوجهه لابو حمزه، واش هاد المساجد هادوك ياخذوا هذوك الفلوس كاملين اولا انت كتاخذ منهم الباي ديالك ولا النسبه ديالك؟ نديرو عزيز خدا سيدي من شي جامع، عطا شي جامع، مالك انت؟ لا اخويا لا، ما مالي والو، خذ اخويا كلشي ديالك مرحبا، ما كاينش مشكل. ولكن واحد السؤال اللي مهم بزاف، شحال كتجمعوا كاع من هاد المسجد هذا ديال الفلوس؟ مليون، جوج، 10 كاع؟ كانت البدايه انه 3 ايام دعويه، طلبنا الناس ان شاء الله جميعا باش نتوحدوا. كانت اول 3 ايام جمعنا مبلغ 500,000 يورو. الاخوان ساسكت هنا قليلا، الناس كتجمع في 3 ايام 500 مليون، قال لك 500,000 اورو. واخويا اش غادي نقول لكم، الله يزيدكم اخويا. ولكن واحد السؤال اصاحبي عاوتاني رجعوا لي الله يرحم الوالدين، واش هاد الفلوس هادو كيمشيو للجامع كاملين ولا كتاخذوا منهم شي نسبه؟ نديرو عزيز خدا سيدي من شي جامع، عطا شي جامع، مالك انت؟ ما ماليش اخويا، انا ما مالي والو اخويا، انا بنتي لي حتى ما خدامش مسكين، ولكن عندك واحد الحديده ناضيه، داكشي علاش كنا نسولوك وصافي. أما إذا كان يأخذ نسبة من التبرعات التي يجمعها هذا لا يجوز. يعني أنا عندما أتبرع ب10 دنانير يأخذ دينارا منها، أنا تبرعت، ليس أنت تأخذ دينار، ملك. ولا اجي عندك تكون بصح نيت انت كدير الخير، ورينا مثلا هاد الفلوس هادو اللي كتجمع فين كتمشي مثلا كاع؟ الهدف ديالي هذا العام 300 حولي 285 اللي مقيده، وصلنا دابا النمره 1 عيد. الاخوان واقع هاد السيد هذا راكنا ظالمين، وهو 300 ديال الحولي غادي يعطيها للناس. سير اخويا سير اخويا، الله يرحم لك الوالدين، كمل. كاينه هارون ودابا دخلنا عليك بالله، حتى دابا قالت دير الخير تمايا، والسيده دايزه داك لا تمشي للبحر ولا تمشي للحمام. كمل اودي كمل. والناس بدات كتصيفط، غنشوفوا النمره 38 واش غيعيدوا ولا لا. وفي الصراحه انا الاخوان انا كان كيسحب ليا انه دوك 300 ديال الحواله اللي غادي يجمع غيجمعوا من الفلوس هذوك التبرعات ديال الذهب وداكشي اللي كان كيجمع. ساعات السيد صدق جايب واحد الناس جامعهم في واحد الزنقه وكيعيط على واحد المحسنين في التليفون وداير واحد لايف باش يجمع لهم الفلوس، ماشي مشكل. ولكن علاش بالضبط كيعيط بالارقام وما كيعيطش بالاسماء؟ اسمع، كاينه واحد الحاجه اخرى نسيت ما قلتهاش لكم. واحد الناس اللي كيتفرجوا فينا من بعيد، واحد السيد عيط لي قال لي بغيت نعيد لهذيك المراه. قلت لي هذيك المراه خصها تقيد اخويا، وانا اللي بغى يعيد لشي واحد بوحدو يعيد ليه، غير انما انا قيدت الليسته، ماشي شي واحد عجباتو واحد المراه جالسه عطي لهذيك، هذا ماشي عدل. هذا ياك قلت لي اخويا مرحبا على الراس والعين، ولكن ديرها انت. اللي بغى يعيط ليا يقول لي عيد النمره 40. دابا الاخوان هو دبر في العيد المول النمره 40، ولكن حتى شي واحد ما عرف مول النمره 40 شكون هو. اش بان لكم؟ خفتها لا يكون مناد نمره 40 هو ابو حمزه نيت. فعلاش هاد السيد ملي اتصل بيه وقال لي بغيت نعيد لهذيك السيده قال لي لا انت غادي تعطي المول النمره 40. ما علينا الاخوان، واش حنا في دوله الحق والقانون وما عندناش واحد القانون زعما اللي غينظم لنا هذا الشيء؟ واش اي واحد عنده الحق انه يجي يجمع التبرعات ويديرهم في الحساب الخاص ديالو ويفرق منهم ما بغا ولا يديهم ولا ما يديهمش؟ فلا الاخوان راه عندنا واحد القانون اللي تينظم هذا الشيء، وهذا الشيء اللي غادي نهضروا فيه دابا باش يضمن لنا القانون ان هذوك الفلوس ما يمشيوش للحساب ديال داك الشخص مول النمره 40. فاول حاجه اللي كيركز عليها هذا القانون هذا هو انه خاصك ما تكونش شخص عادي، خاصك تكون يا اما جمعيه ولا مؤسسه ولا منظمه. فاجي نسولوا حنا ابو حمزه هذا واش هو منظمه ولا مؤسسه ولا واش جمعيه؟ ماشي جمعيه، هذا الشباب ديالنا ما عندناش جمعيه. ويلي الاخوان على ماشي جمعيه، واش نضمن لي انا هاد الفلوس هادو اللي غنعطينا كمتبرع ان هاد الفلوس هادو ما غيبقاوش في الحساب الخاص ديالو وغيمشيو للجهات اللي انا باغي نتبرع عليهم؟ فلا رجعنا للقانون الاخوان ديال 18 اللي كينظم جمع التبرعات من العموم وتوزيع المساعدات لاغراض خيريه، غلقوا في الباب الثاني ديالو وبالضبط في الماده 7 ان اي شخص بغى يجمع التبرعات خاصو يمشي ياخذ ترخيص من عند الاداره، وخصو يكون جمعيه ولا مؤسسه. اي بمعنى الاداره اللي هي عباره على الدوله ولا ديك السلطه المحليه خصها تكون في راسها ان هاد التبرعات فين غادي يمشيو باش تقدر هي تضمن الوصول ديالهم وتعرف ان هاد الناس هادو عندهم واحد النوع من النزاهه. زائد ان داك الحساب البنكي اللي كيوصلوا هذوك التبرعات ما خصوش يكون ديال شخص، خصو يكون ديال جمعيه. زائد ان هاد الدوله هذه ولا الاداره زعما السلطات المحليه كتساعد بعض المرات في التنظيم ديال هذيك الجمع ديال التبرعات. داكشي علاش كتلقى بعض المرات القياد اولا المقدميه ولا الشيوخ جالسين وسط واحد الناس كيعطيو القفات ولا كيعطيو شي مسائل. سمعتيها السي ابو حمزه؟ راه هذا هو القانون وانت خالفتي القانون للاسف. فهادشي اللي غيخلي بزاف ديال الناس يدخلوا يبداو كيتهموا في السيد بانه ما مزيانش. انت نصبت على المغاربه كاملين باسم الله وباسم ديال الدين وكاع العالم كامل عاقبك، يعني اللي تشوف الناس كاين يهضروا عليك. بالله عليك ديك السيده اللي عطيتيها الحولي ب1000 درهم ومسكينه باعته ومشيتي صورتيها وقلتي لها رجع لي الحولي ديالي، كل حقار كيجيب الله حقارو. انت فوتي الحدود مع هذا المنبر اقول لك ابعد عن مدينه طنجه. والقضيه عندك صعيبه بصراحه السي ابو حمزه، ولكن انا ما تنصحكش انك تبقى ساكت. جاوبوا لا قدرتي تجاوبوا ودافع على راسك. الله ينعل الموسخ ما والديك ما نجبدهم يا بل الموسخ الاخر. الشكايه خاصك تمشي ديرها باختك ماشي بابا حمزه. الشكايه خاصك تمشي تقلب على الاخت ديالك فين ابا حمزه بزاف على الشكايه. هذاك الاخر كبيرهم
كبيركم راه بيدوفيل، يعني بيدوفيل بما كان كيبيع ديالو. وباش تكون داعيه وكدير الخطب ديال الجمعه وتبدا تتسب وتبدا تقول بحال هذا الكلام هذا شنو تيقولوا ليه ميسوا ميصلاح. اودي انا شخصيا راه صعيب نقدر نثيق فيك ونعطيك فلوسي باش توصل من واحد الجهه الاخرى وانت تتكلم بهذا الاسلوب هذا. واسمح لي على هادشي. عاد زيد اخويا انا الحاجه اللي برصتني بزاف هي دخلت كملت الفيديوهات ديالك كاملين وقلبت على ديك 300 حولي واش وصلت على الاقل واخا 2 نويمرات ولا 3 من هذوك 40 41 واش وصلهم شي حولي ولا ما وصلهمش. اما لقيت والو اخويا. الا كان اخويا شي فيديو عندك بانه راك عطيتي 300 حولي لهاد الناس هادو صيفطوا لينا واسمح لينا بزاف على هاد السوء ديال التفاهم. ولا اجي ياك ما كيف ما قالوا شي وحدين هذوك فلوس ديال الحواله ودوك جمع التبرعات ديال الذهب وداك الشيء صوتي بهم هذاك المطعم الفاخر ديالك في طنجه. هاد اللي هضروا على الحريره ديال 50 درهم ما شرب الحريره ما خلى الناس تشرب الحريره. ها هي جايه بلاتي الحريره بلاتي تجي تحط قدامك. راه عطيني هو ملي قلت هاد الحريره هذه بلاتي هذه الثانيه هذه الاولى اللي كنت هذه ب 60 بلاش هذه ب 60 ياك بلاتي ما تجيش لا ما بيناش لا انا نتايا انا مش خافيش هذه دابا ب 60 هذه فيها بريوه ديال اللوز بريوه ديال الحوت هذا السيجار كيقولوا لي السيجار سميتو عرفت غندير نخليو هذه من بعد نشوفوا هذه الحلوه ديال 50 درهم هذه الحلوه دابا ماشي توضح للناس دابا راسهم لا تود الناس الكليان ولا هذا اللي غيجيو هذه ملي كنت كدير هذه شد الحاجه هذيك هذه وهذه ما تستاهلش الفريال. وشوف المكان اللي جالس فيه. والاخوان الدعاة والله العظيم الا كل مره عندنا في المغرب كيخرج لنا شي واحد بشي حاجه وزلافه ديال الحريره ب 50 درهم مع طبيصيل ديال الحلوه قال لك ب 50 درهم هي 100 درهم وقال لك ناوي اصلا يزيد في هذيك الحريره في هذا رمضان وقال لك كان باغي يوصل هذيك الزلافه ب 100 درهم. ياكشي بس ما كاين اخويا ياك لاباس اش داير فيها كاع. مؤخرا الاخوان غتكونوا سمعتوا بداك القالب اللي دار السي ابو حمزه لذاك السيد هو جاي من برا وكيصاحبوا زعما راه لاباس عليه باع عليه طاجين ب 1900 درهم شحال 38,000 ريال. اخويا بغيت نقول واحد الكلمه واحد الصمد انا راني ديجا في المغرب مشينا اسيدي هذاك الانسان انا تنعرفوا هذه مده مشينا اسيدي نمشي وقال لك الحق ابو حمزه دار لي اخويا عبد الصمد واحد النصبار جينا اسمع دخلنا مرحبا بكم مرحبا قلت له اسمح لي السلام قلت له ابو حمزه واش وقيلا ساليت قلت له ما نديرونجيكمش قال لي لا ما ديرونجيوش جلسنا بغينا نشوفوا هذاك المينو زعما داكشي اللي تيقدموا في المأكولات وداكشي قال لي ما محتاج قال لي شنو بغات الكريشه اقسم بالله لا هكا قال لي شنو بغات الكريشه واحد الوقيته كلينا وشربنا هكا مسحنا هكا واحد الوقيته من وصلنا لاكيس اقسم بالله الا قال لي هذا الطاجين اللي كليتي هذا اللحم قال لي ما كاينش في المغرب قال لي ستي المغرب كله ما فيهش هذا اللحم واخا خلصني في الاخر والله العظيم اخويا لا خرجات قول بشي 1900 درهم ديال اش فيها طاجين وفيها شي 6 ديال المشروبات وفيها 2 ديال الزلايف ديال الحريره ما شربوهمش ولادي. قال لك دخلهم بحلاوه اللسان وباع لهم طاجين ب 1900 درهم وشي مشروبات معاه. فعلاش هاد حلاوه اللسان هذه ما تكونش مع دوك الفقراء ايامات كيكون كيوزع عليهم شي لعيبه في حاله ما اذا وزع عليهم. علاش عاد كتشكيو بزاف علاش لا بلاتي علاش الشكوى بزاف الشكوى وحنا عندنا تيجي تصحابها بوحدك اللي عندك الله. والسيد بديك حلاوه اللسان اللي عنده ولا كيبيع اي حاجه. تخيلوا معايا باع حبه ديال الروز ب 10,000 ريال 50 اورو 500 درهم حبه الروز ب 500 درهم روز غادي ندير بها التاريخ غادي نحسبها حبه غنبيعها ب 500 درهم 50 اورو اغلى روز في العالم. علاش ما نكونش عندي انا عندي اغلى روز ماشي تاريخ انك تبيع حبه الروز ب 500 درهم ب 50 اورو. شنو التاريخ عندك انت؟ كنت كندير في المساجد باش كتلقاو ديك الاموال وداكشي اللي كنجمع في المساجد راه هذه الطريقه انا اللي خرجتها اسطوره. نعم لما لا اسطوره علاش لا ما تخيلش الناس انتم المشاهدين ديالي باقي ما تخيلش بزاف. ما تقول لي لا غادي نعاون لا غادي نعاون انا كنبيع الروز غتشري من عندي حبه ديال الروز غنشري حبه ديال الروز ب 50 اورو صدقه. لا ما بغيتكش تقول لي صدقه انا بغيتك تقولي لي انا ما باغيش نديرها صدقه انا بغيت نبيع ندير بها اللي بغيت انا بغيت ندير التجاره بغيتي تشري من عندي حبه ديال الروز باش ب 50 اورو. شكرا اختي بارك الله فيك. وبصحتك اختي حبه ديال الروز ب 500 درهم تتي لاباس عليك اللي شاريها. زيد اخويا اش غتبيع ثاني زيد. هذه المكانه هذه احد الاخوه قال لي قبيله تحيد هذه المكانه وغادي نبيعوها في المزاد العلني. المكانه وصلت ل 7,000 درهم كندارني راسي شوف كيف واحد كندارني راسي كنقول للمراه كنقول لها الله يدارني راسي. والله العظيم اخويا الا بالسيف ما يخفف عليك راسك عادي اخويا واش ما قال ب 100 درهم بايع انت ب 140,000 ريال 7,000 درهم من 100 درهم ل 7,000 درهم بالسيف اخويا ما يخفف عليك راسك. اودي والله ما عرفت علاش انا وجهي ما قاصحش. الكاسكيط هذه غتبدا ب5 الورقات 500 درهم راه 1000 درهم 1000 درهم والله تنحيد كلشي اليوم خلي لي الستره. لا اخويا والله العظيم الا اسعفتيني انا محيد كلشي خفف مع راسك ما كاينش مشكل اصلا بغيت نقولها. المهم ما علينا كمل اخويا كمل. زيد اخويا نشوف هاد الكاسكيطه ديال 50 درهم ديالك بشحال غادي تبيعها للناس. 1500 1500 1500 اختي طيب على اختي الزوجه ديالي هو دا قالت لك 3000 درهم الله اكبر. والله العظيم اخويا الا بغيت نقول لك شي كلمه زوينه وكذا ولكن راه ما خليتيش ليا فين. ولكن انا نخلي لك الياس هو غادي باغي يقول لك شي حاجه. اسمع لي هذا كان كيدير براسو كيجمع وكيتعاون وكيعطي للناس هو غير كينصب وعنده الفيزا مجوج بقاوريه كيمشي لفرنسا وكيمشي لهولندا وكيجمع من عندك الناس كيجمع من عندهم الفلوس وكينصب عليهم. ودابا من الناس عاقوا به بداك النصيب اللي كيدير
مشى للادسنس. الداعيه ديالنا ابو حمزه، انا راه نقول لك واحد القضيه راه مهمه بزاف. انا صراحه صعيب نثيق في شي واحد ولا نعطيه شي ريال. زعما تلاقيت معاك ولا شي حاجه راه ما نقدرش نعطيك شي ريال ولا شي حاجه، بالاخص انت ماشي قانوني وداك الشيء. غتخلط لي التاثير ديال القضيه التاثير ديال فاش ربي اداني الدوله. صافي يا اخويا ما تبكيش، قطعتي لي لحمي والله العظيم. صافي يا اخويا، بارك بارك. فاش ربي دور ثم كنلقى تحت الباب مشيت عاد نشوف الناس كيقول لي نوض. صافي يا ابو حمزه، راه والله اللي عندي راني عطيته ليك، راه ما بقى عندي حتى شي حاجه. هو تاكد ان هادشي اللي عطيتك يوصل لدوك الناس، والله يرحم لك الوالدين. وانتم تاكدوا تكونوا مشتركين في القناه وما تنساوش واحد جيم وخليونا التعليق ديالكم. واش الحلقه ديال اليوم ابو حمزه ولا ابو همزه؟ نشوفكم في الفيديو الجاي. تهلاو.